وبعد وحسب عليه غربة، وابن النادي يبحث عن مجد أوروبي في وداع مليء بالحزن والبكاء. وعودة البيراميدز، طفل الوايت نايتس المدلل، عودة من جديد بعد موسم ونصف من التوهان. أخيرا عمر جابر يجد ضلته. رحل عمر جابر عن الزمالك إلى سويسرا في رحلة بحث عن مجد أوروبي في مغامرة مثل صلاح والنني، وبعد تجربة مش موفقة في سويسرا رحيله إلى الدوري الأمريكي، وأخيرا عودة إلى القاهرة ولكن من بوابة بيراميدز، ولكن عودة ليست بحميدة. ظهور جابر وكأنه في الأربعين من عمره. رجوع جابر كان في وسط أزمة ودوشة كبيرة بيمر بيها نادي الزمالك، في وسط التخبط الإداري والفني. لم يجد ابن نادي الزمالك نفسه مثله مثل باقي الفريق، ولكن مع عودة الروح للجسد بمجلس إدارة زملكاوي ومدير فني على أعلى مستوى، ظهور مستر أسيست من جديد ليصول ويجول تحت شعار البحث عن الذات من أجل ملايين الزملكاوية. عمر جابر أسطورة للجماهير البيضاء رغم كل الانتقادات، بس هيفضل الطفل المدلل لجماهير الزمالك والوايت نايتس.